النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أتاه ماعز وقد زنى، فأتاه عن يمينه فقال يا رسول الله زنيت، فأعرض عنه عليه الصلاة والسلام. فجاء عن شماله فقال يا رسول الله زنيت، فأعرض عنه وكأنه لا يسمع عليه الصلاة والسلام. فجاء من خلفه يقول يا رسول الله زنيت، فأعرض عنه عليه الصلاة والسلام. فجاء قبل وجهه قال يا رسول الله زنيت، وهو رجل من الصحابة، ومع ذلك هو متزوج محصن وقد وقع في الفاحشة الكبرى ويعترف بنفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه وكأنه لا يسمع. ثم في الرابع قال اذهب، فأمر أن يتأكد منه هل هو فعلا زنى، أبيه جنون، أبيه سكر. فلما وجده سليما وقد اعترف بالزنا قال ارجموا صاحبكم. بينما لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت يا رسول الله، لم يعرض عنه عليه الصلاة والسلام، بل التفت إليه مباشرة وقال جعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحمي جانب التوحيد، ليس في التوحيد مجاملة